بسم الله الرحمن الرحيم. بارة جامع رئيس مصلحة مراقبة الجودة بالمديرية الجهوية للتكوين المهني بالأقاليم الجنوبية. على هامش اللقاء التشاوري الذي انعقد بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تاريخ 13 نوفمبر الجاري، انعقدت اليوم ورشة التعليم العالي والتكوين المهني بمدينة المهن والكفاءات بالعيون. الورشة التي تدخل في إطار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المستدامة. الورشة حضرها العديد من الباحثين والمتخصصين في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني، وهي تروم إلى تعزيز مقاربة تشاركية في مجالي التكوين المهني والتعليم العالي. الحضور الذي حضر يعني كان أغنى النقاش، لأنه كان حضور وازن كيف قلت، سيدة باحثين ودكاترة ومنتخبون ومديري مؤسسات تعليمية وتكوينية ساهموا في إغناء النقاش، والتي سيكون يعني في نهايته تقرير مهم سوف يرفع الجهات الوصية. السلام عليكم. حميد الرقيبي الإدريسي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا جامعة ابن زور بالعيون. إذا في إطار لقاءات تشاورية جيل جديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة اللي تم إطلاقها بعد التوجيهات السامية بعد الخطاب السامي لسيدنا الله ينصرو. إذا إقليم العيون كيعرف أول انطلاق لأول ورشة اللي هي ورشة التعليم العالي والتكوين المهني بمدن المهن والكفاءات بالعيون. قدمت واحد العرض حول المؤسسات الجامعية لجامعة ابن زور، حيث تكلمت أولا حول ما هي هذه المؤسسات الجامعية. تتكون من كلية متعدد التخصصات بالسمارة، كلية الطب والصيدلة بالعيون، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون. كذلك تكلمنا على عدد الطلبة اللي الآن بالنسبة لجهة العيون 6331 طالب موزع في ثلاثة المؤسسات الجامعية، اللي فيها وحدة استخدام مفتوح هي الكلية السمارة، وجوج استخدام محدود اللي هي المدرسة والعليا وكلية الطب. كذلك تكلمت على الرأس المال البشري اللي كيشتغل في هذه المؤسسة ما بين الطاقم التربوي الأساتذة الجامعيين 90 أستاذ، والطاقم التربوي الإداري 48 إطار إداري. تكلمنا كذلك على جميع المسالك المعتمدة ما بين الكليتين والمدرسة. وأخيرا بعد واحد اللقاء مع الأساتذة الأكاديميين حطينا واحد 7 دعائم اللي قلنا نحطها أرضية للنقاش خلال هذه اللقاءات التشاورية بالنسبة للتعليم العالي، اللي من بين هذه 7 دعائم هي أولا يجب التكلم عن جامعة مستقلة بجهة العيون الساقية حل الوقت ديالها، وبها غيكون تجويد التكوينات البيداغوجية اللي غتلائم مع سوق الشغل. غيكون واحد تسهيل الولوج ديال طلبة الساكنة. درتي جامعة يعني غيكون واحد التحفيز ديال البحث العلمي والابتكار والإبداع، تقوية الحكمة، ويجب الاشتغال على رأس المال البشري، لأنه هذا هو المهم. لأن سيدنا الله ينصرو لا في الخطابات الملكية ولا حتى في البرنامج نموذج التنمية الأقاليم الجنوبية ولا في هذا البرنامج ديال الجديد الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة كيتكلم على بناء والاستثمار في رأس المال، لأنه هو الأساس لضمان واحد المستقبل ناجح لمغرب حداثي، لمغرب مندمج، لمغرب قوي. للمزيد من الأخبار الدولية والوطنية لا تنسوا متابعتنا على الموقع الإخباري لو 68 والنت.